السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما نبدأ الكلام صلى على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. إن لله وإن إليه راجعون. وفاة الفنان مصطفى درويش وأسباب صادمة وراء الموت المفاجئ. أعلن هاني درويش وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وكتب هاني درويش في منشوره قائلا: البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش. وتشاع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري في أكتوبر، والعزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد. وبعد وفاة مصطفى درويش نرصد لكم المعلومات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول الموت المفاجئ. الموت المفاجئ هو النهاية السريعة وغير المتوقعة لكل نشاط القلب. يتوقف التنفس وتدفق الدم على الفور في غضون ثواني، ويصبح الشخص فائقدا للوعي ويموت. ويختلف الموت المفاجئ عن السكتة القلبية المفاجئة SCA. توقف القلب المفاجئ وفقدان مفاجئ لنشاط القلب بسبب عدم انتظام ضربات القلب. البقاء على قيد الحياة ممكن مع رعاية طبية سريعة ومناسبة. والموت المفاجئ عند الأشخاص الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة تحت سن 35 عاما أمر نادر الحدوث. إنه أكثر شيوعا عند الذكور منه عند الإناث. عندما يحدث الموت المفاجئ للمراهقين والشباب يكون ذلك أحيانا بسبب أمراض القلب غير المشخصة مثل مرض القلب الوراثي. قد تتسبب مشكلة القلب غير المكتشفة في وفاة الشاب فجأة أثناء ممارسة النشاط البدني مثل ممارسة الرياضة التنافسية، ومع ذلك يمكن أن يحدث الموت القلبي المفاجئ في بعض الأحيان دون بذل مجهود. وما مدى شيوع الموت القلبي المفاجئ عند الشباب؟ تحدث معظم الوفيات القلبية المفاجئة عند كبار السن وخاصة المصابين بأمراض القلب، ومع ذلك فإن السكتة القلبية المفاجئة هي السبب الرئيسي لوفاة الرياضيين الشباب. وتختلف التقديرات، لكن بعض التقارير تشير إلى أن حوالي 5000 إلى 500 ألف يموتون من الموت القلبي المفاجئ كل عام. وما الذي يمكن أن يسبب الموت القلبي المفاجئ لدى الشباب؟ غالبا ما ينتج الموت القلبي المفاجئ عن خلل في الإشارات الكهربائية في القلب، يؤدي تسارع ضربات القلب إلى ارتعاش غرف القلب السفلية، وذلك دون جدوى بدلا من ضخ الدم. ويسمى عدم انتظام ضربات القلب هذا بالرجفان البطيني، أي حالة تضغط على القلب أو تضر أنسجة القلب، ويمكن أن تزيد من خطر الموت المفاجئ. بعض الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى الموت القلبي المفاجئ عند الشباب هي تضخم عضلة القلب، هو اعتلال عضلة القلب الضخامي، وهو السبب الأكثر شيوعا للموت القلبي المفاجئ عند الشباب. وهو هذه الحالة الوراثية التي تتسبب في زيادة سماكة عضلة القلب وتجعل السماكة من الصعب على القلب ضخ الدم إليها، ويمكن أن تتسبب ضربات قلب سريعة. اضطرابات ضربات القلب متلازمة فترة QT الطويلة هي حالة من حالات نظم القلب التي يمكن أن تسبب ضربات قلب سريعة وفوضوية. إنه مرتبط بالإغماء غير المبرر والموت المفاجئ خاصة عند الشباب. وقد تظهر مظهرة ومتلازمة فترة QT الطويلة عند الولادة، ومتلازمة QT الطويلة الخلقية، أو ناجمة عن حالة طبية أساسها أو أساسية في دواء متلازمة QT الطويلة المكتسبة. تشمل اضطرابات نظم القلب الأخرى التي يمكن أن تسبب الموت القلبي المفاجئ